السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير ولا خير. اكتب الحمد لله 558 واحد سلم هذا الاسبوع بسبب في هذا المونديال والاسلام. ان شاء الله نطلب من الله ان يزيد من الملايين ان يسلموا، لان الاسلام هو طريق الحق وطريق المستقيم. المهم اخوتي، هذا الفيديو هذا درتو ان رساله للناس اللي في الصفحه، تنبغي نوصل لها الرساله. الحمد لله راه جابوا داك الشيخ الداعيه نايك باغي داروه، والحمد لله نطلبوا من الله يسلموا، والاسلام هو طريق الحق وطريق المستقيم. وجزاكم الله خيرا. هذه رساله اخوتي انكم تحيا الناس اللي تكتب في الكومنتير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والله اكبر في الطريق، والحمد لله على نعمه الاسلام. وتحيه الناس اللي دارجين في هذا الفيديو هذا، وجزاكم الله خيرا. المهم الرساله ان قطر عطات بزاف ديال الحوايج اخوتي، ان الخمر غيتمنع في الملاعب، وغتفرق عليهم كتب ديال الاسلام باش يعرفوا الاسلام. وهذه رساله زوينه انهم باش يعرفوا الاسلام ديالنا. والحمد لله الاسلام هو طريق الحق باش يدخلوا الاسلام، لان الديانه الوحيده هي طريق المستقيم، هي الديانه ديالنا، ديانه الاسلام. وما الديانات الاخرى، الديانه عند الله هي الاسلام. وما الديانات الاخرى ماشي نقولوا ان راه احترام لكل الديانات، ولكن للاسف اخوتي الديانه الحقيقيه الديانه ديال الاسلام. المهم اخوتي، هذه رساله اخوتي انكم تابعونا في الصفحه ديالنا باش يوصلكم محتوانا، ودعمونا بجيب باش يوصلكم. والحمد لله قطر دارت استفتاح زوين، وغتفرق وغتحترم صوت الاذان في الملعب. فاش يكون الاذان غادي تحترموا، تحبس الموسيقى. هذه شروط اللي شرطت عليهم قطر، بان احتراما للاسلام. وتحياتي لكم اخواني اخواتي، معكم امين في لاحي تي في، تيبغي يعطي محتوى ديني، يوصل الفكره، يوصل الرساله. المهم اخوتي، الرساله اللي بغا نقول لكم انها صليوا اخوتي، لان الصلاه هي الدائمه. وهذه رساله، ولان الصلاه هي اللي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجزاكم الله خيرا. والمهم نتلاقاو في فيديو اخر باش نوصلكم الرساله. وتحيه الناس اللي دير لايك الفيديو، وجزاكم الله خيرا. دير لايك وبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل الناس جديد. وتحياتي لكم اخواني اخواتي، والى اللقاء في فيديو اخر.